الرحمن الرحيم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري ونسعد دائما بلقائكم. بإذن الله في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل الحلقة أو نبدأ الحلقة الثامنة من تكنولوجيا المعلومات، ودي هتكون عن جزء كبير منها عن السايبر سيكيورتي أو تأمين البيانات والمعلومات اللي موجودة عندك على جهاز الحاسب بتاعك، أو اللي موجودة في أي مثلا مصلحة حكومية زي السجل المدني أو غيره، يعني من المصالح بتاعة الدولة. طيب يبقى احنا النهارده هنتكلم على السكيورتي، وزي ما اتفقنا جزء كبير منها بيخص السايبر سكيورتي او الامن السيبراني. يعني المصطلح ده برضو بيتقال عليه اللي هو الامن السيبراني او السايبر سكيورتي اللي هو تأمين البيانات والمعلومات. طيب اول حاجة هنتكلم عنها النهارده اللي هي انفورميشن سكيورتي اللي هي حماية البيانات. طبعا كلنا معرضين ان الكهرباء بتقطع علينا ساعات في البيوت او في المصالح الحكوميه او في غيرها. المفترض يا جماعه ان الكلام ده لو حصل وانا شغال على جهاز الكمبيوتر ممكن على فكره يعمل دامج او يبوظ الاوبريتنج سيستم، يدمر مثلا اوبريتنج سيستم زي الويندوز، يدمرها يعطلها. فبالتالي من المفترض ان انا لازم احافظ على الجزئيه ديت. طبعا برضو لو انا فاتح ملفات فيها بيانات ممكن جدا الفايلز دي يحصل لها كوربشن. يعني ايه؟ يعني ما تعرفش تشغل الملفات دي بعد كده. يبقى اذا كل الداتا اللي انت دخلتها في هذه الملفات هتضطر حضرتك انك انت تدخلها مره تانية. طيب في جهاز جديد او جهاز موجود يعني بقاله فتره اللي هو uninterruptible power supply. الاختصار بتاعه UPS. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة هو ده الجهاز اللي بيقول لي هنا ايه ان equipment attached to computer to guard against power cuts. نخلي بالنا يا جماعه باور كاتس اللي هي ايه؟ قطع الكهرباء. طيب كويس قوي. طب الجهاز ده هيبقى فايدته ايه؟ الجهاز ده يا جماعه بيبقى متصل اساسا بالايه؟ بالسورس اللي هو الفيشه، يعني اللي هي الفيشه بتاعه الكهرباء. كويس قوي. طيب لو حصل قطع للكهرباء دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ نخلي بالنا يا جماعه ان الكهرباء اللي واصله للسيرفر او لاجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في المكان ده بتبقى متوصله مباشره على اليو بي اس. اليو بي اس بعد كده الكهرباء لما تقطع عنه من السورس خلاص هو جواه بهيكله بسيط جدا، عباره عن بطاريات تخزين للكهرباء. بيبتدي يمد الاجهزه اللي موجوده بتاعه السيرفر او الكمبيوتر بالكهرباء وبيدي الارم. الالارم ده بيبقى مهمته ايه؟ بيقول لك خلي بالك انا الاجهزه اللي شغاله دي لازم تقفلها في خلال 10 دقائق او ربع ساعه او نص ساعه على حسب عدد الاجهزه اللي شغاله على اليو بي اس. طبعا واحد يقول لي طب ايه؟ لا انت كده بتعمل ايه؟ سيف شات داون، يعني بتعمل غلق مؤمن. ما بيحصلش انتربشن، قطع للملفات دي او الملفات اللي انت شغال عليها نتيجه قطع الكهرباء. طيب لما انت بتعمل شات داون بتقفل خلاص الاجهزه بتاعتك. طيب لما تيجي الكهرباء تاني عادي خالص بنشغل الاجهزه بنلاقي الملفات بتاعتنا ما فيش فيها مشكله ولا الاوبريتنج سيستم ولا الويندوز، وفي نفس الوقت بيبتدي اليو بي اس ياخد كهرباء من السورس ويخزن ويدي بقيه الاجهزه. طبعا الاجهزه دي مهمه جدا، بس طبعا هي ايه؟ ما بتشتغلش في البيوت. يعني طبعا في او في ناس يعني بتشغلها ساعات في البيوت، بس هو المفترض ان الاجهزه دي بتبقى في الاماكن مثلا زي المستشفيات او المصالح الحكوميه الكبيره، زي ما انا بقول لحضراتكم، زي مثلا الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، زي السجل المدني. ليه؟ لان طبعا ما ينفعش الاماكن دي بتستخدم يا جماعه اوبريتنج سيستم وبتستخدم ملفات عليها بيانات في منتهى الاهميه، فبالتالي ما ينفعش ان الكلام ده يحصل له انتربشن، يحصل له قطع. ما ينفعش. طب كمان حاجه مهمه جدا زي المستشفيات، غرف العمليات
ما ينفعش النهارده ان غرفه العمليات يتقطع عنها الكهرباء. طب ازاي يعني؟ ما هو مش هينفع طبعا الدكتور يقول للمريض استنى بقى خلينا لحد ما الكهرباء تيجي. لا طبعا. فايه اللي بيحصل؟ اليو بي اس ده بيدي كهرباء لمده ربع ساعه. هتقولي طب وبعدين بعد كده مثلا حاجه زي المستشفيات، طب وبعد كده لا في المستشفى بيبقى لازم اي مستشفى في الدنيا بيبقى فيها على الاقل اتنين من الاجهزه، اجهزه توليد الطاقه دي على طول بمجرد الكهرباء ما بتقطع اوتوماتيك الاجهزه دي بتشتغل في الحاله دي بقى بتدي اول حاجه مين؟ غرف العمليات. يعني بتشغل الكهرباء في داخل غرف العمليات. عشان كده الدكاتره هم شغالين ممكن جدا ما يحسوش. ليه؟ لان بمجرد ما الكهرباء قطعت اليو بي اس بيشتغل. فطبعا ما بيحصلش، بيعتبر زي ما حصلش قطع للكهرباء، لان الكهرباء اساسا بتبقى متاخده من اليو بي اس، واليو بي اس واخد من السورس. طيب بعد ما تشتغل الاجهزه بتاعه اللي هي مولدات الكهرباء، اول ما تشتغل مولدات الكهرباء اليو بي اس خلاص هو كمان بيشتغل ويبتدي يخزن ويدي الكهرباء لمين؟ لغرف العمليات. فالدكاتره غالبا ما بيحسوش بهذا الموضوع. وده كلام طبعا لما بيحصل تفتيش على المستشفيات لازم بيفتشوا على الاجهزه دي. اجهزه مهمه جدا، وما ينفعش ان الكهرباء تتقطع في الاماكن اللي احنا قلنا عليه. طيب ده اول جزء، ده الجزء اللي هو خاص بالانفورميشن سكيورتي او حمايه البيانات. طيب في ايه تاني كمان؟ في الكتريك سيرج سوبر بريس. طيب برضه نفس الحكايه دي بتبقى بيبقى زي مشترك بتاع الكهرباء بس اسمه سيرج. تمام؟ ده الاسم العلمي بتاعه يعني. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيبقى ملحق بالكمبيوتر، لان احيانا بيبقى فيه هاي باور. يعني المفترض ان انا باخد من السورس كام؟ باخد 220. ده في مصر باخد 220 كويس قوي. طيب ال 220 دول لو الكهرباء عليت في الفولت عن 220 لا ممكن تسبب اذيه. كان زمان الكلام ده بيحصل. ليه؟ لان كان يقول لك ايه؟ لا لازم تستخدم ستابلايزر اللي هو بس كان جهاز كبير يعني، واستعاضوا عنه دلوقتي بالسيرج ده الستابلايزر ده كان بيعمل ايه؟ بيحدد الفولت اللي داخل للاجهزه. لو الفولت زاد عن 220 لا بيعمل له ايه؟ ريديوس، بيقلل الفولت ده بحيث ان ما يبقاش فيه كهرباء عاليه. لان كان في زمان بيحصل الكلام ده وكانت الكهرباء بتقطع لما ترجع كهرباء عاليه اكتر من 220 ممكن جدا تحرق اي حاجه في سكتها. ثلاجه، بوتاجاز، ثلاجه، تلفزيون، اي جهاز شغال على الكهرباء، غساله، ما اي حاجه شغال على الكهرباء تتحرق على طول. ليه؟ لان المفترض ان الاجهزه دي مصممه ان التيار يبقى في حدود ال 220 فولت. فطبعا الكلام ده يعني ايه برضه يعني هو الكلام ده اختفى دلوقتي لان خلاص كل الاجهزه تقريبا الثلاجات والكلام ده بيبقى فيها استابلايزر بيلت ان، جهاز طبعا صغير بينظم بحيث ان هو لو لقى الكهرباء عليت عن كده ممكن جدا يفصل الكهرباء خالص عن الثلاجه مثلا او عن التلفزيون، يفصل الكهرباء. وبعدين بعد كده لحد ما يتاكد ان الكهرباء خلاص رجعت للوضع الطبيعي بتاعها اللي هو ال 220 فبيبتدي يشغل الموضوع ده تاني. طيب ايه تاني كمان؟ عايزين بقى ايه نبتدي نشوف. طيب احنا دلوقتي امنا الداتا البيانات بتاعتنا من موضوع الانتربشن او القطع بتاع الايه او الكاتس بتاع الكهرباء. كمان لازم أأمن الداتا بتاعتي او البيانات بتاعتي من ايه؟ من الهاكرز او من سرقة البيانات دي او ان هم طبعا دي عملية خطيرة جدا ان انا اقدر احصل. يعني مثلا ادي مثال سريع، ممكن جدا في البنك حضرتك بيبقى ليك في البنك اكاونت، طالما ليك حساب لازم يبقى لك اكاونت. طب الحساب دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن
مثلا معظم البنوك دلوقتي او يعني 100% من البنوك شغالين بالرقم القومي، الرقم القومي بتاعك. هتقولي طب لو شركه ممكن جدا تبقى واخده رقم، تمام، الرقم ده خاص بيها هي، لا ما يحصلوش تكرار. المهم طبعا حضرتك عشان تخش على الحساب بتاعك في البنك، لما بتقف على الشباك عشان تبتدي تعمل المعامله الماليه بتاعتك، بيطلب من حضرتك اول حاجه البطاقه. ممكن جدا تقول له طب انا معايا رقم الحساب بتاعي، يقول لك لا ماشي، ما انا هاخد منك رقم الحساب بتاعك بس برضه لازم اشوف البطاقه. ليه؟ لان الرقم الحساب بتاع حضرتك هيبقى مرتبط بايه؟ بالرقم القومي. ممكن جدا تقول له طب انا اصلي نسيت البطاقه في البيت، لا خلاص اسف ما اعرفكش، لازم حضرتك تجيب البطاقه بتاعتك. طيب حتى لو انا النهارده هقول له طب انا عايز اودع في حساب شخص معين، اول حاجه برضه هيقول لي برضه هات البطاقه بتاعتك، وبيصورها، ويبقى الايداع ده بيتعمل بايه؟ باسم حضرتك، بس في حساب تاني مفيش مشكله، بس بالرقم القومي. لان النهارده ممكن جدا واحد يتحط له فلوس في الحساب بتاعه نتيجه فساد. طب يرجعوا للكلام ده ازاي؟ مين اللي حط الفلوس دي؟ ده فلان. طب هو فلان ده معرفته بالشخص ده ايه؟ يعني طبعا بتبقى العمليه مؤمنه. طيب غير كده بقى، طيب لو حضرتك بقى بتسحب الفلوس من مكنه في البنك، طيب بيبقى لازم ليك اي دي كارد تاني، اللي هو بنقول عليه اللي هو كارت الفيزا. كارت الفيزا ده عليه ارقام، تمام؟ الارقام دي ديكلاريشن معلنه، يعني بتبقى مكتوبه على الكارت، فممكن جدا اي حد لو شاف الكارت معاك ممكن جدا يعرف الارقام دي، لكن مش هي دي الاساس. الاساس ده بس ان ايه؟ حضرتك لما بتحط الكارت في الشباك بتاع السحب بيقرا الرقم اللي هو على الكارت، ماشي كويس قوي. طب بعد كده يطلب منك ايه؟ يطلب منك بقى ايه؟ الباسورد. الباسورد ده لازم حضرتك تبقى عارفه. هنبتدي نعرف يعني ايه بقى الايه الاكونت بتاعك وبيتكون من ايه. بيقول لي ايه؟ يوزر اي ديز، اللي هي الاي دي يعني او هويه التعريف بتاعه المستخدم، ار اولسو اوفن كولد يوزر نيم. يبقى انت في الاول عندك يوزر نيم، هتقول لي طب في الكارت بتاع الفيزا اليوزر نيم ده اللي هو ايه؟ اللي هو الرقم اللي موجود على الكارت. and they are frequently used as the text that comes before the علامة الات. علامة الات ده اهي، دي موجودة على الكيبورد. يعني مثلا زي الايميل بتاعك، في الايميل بتاعك حضرتك بتكتب مثلا الاي دي بتاعك الاولاني او اليوزر نيم، بعد كده تحط علامه الات، بعدين تكتب بعد منه بقى ايه؟ جيميل. هنبقى نشرح الكلام ده باذن الله برضه في جزء خاص بالانترنت. تمام. طيب طب اليوزر نيم ده بيعمل ايه؟ بيقول لي ايه؟ identifies a specific user on the network. بيحدد مين اللي ايه؟ اللي المشارك على. يعني دلوقتي مثلا برضو ندي مثال تاني. البنك، هو البنك اللي بيقعد، الشخص اللي بيقعد في الشباك عشان يعمل عملية الإيداع والصرف والكلام ده كله، هو الشخص ده لما بيجي يشغل جهاز الكمبيوتر، هو على فكرة لا، لازم يخش بيه اليوزر نيم بتاعه، ليه يوزر نيم، وده برضو زي ما قلت لحضراتكم ديكلاريشن. وما ينفعش ان واحد يخش بيوزر نيم بتاع شخص تاني. ليه؟ لسبب، لانه لو دخل باسم الشخص التاني ده، يعني مثلا في 2 موظفين في البنك، واحد يقول لي طب ما هو عادي، ما انا اعرف اليوزر نيم بتاع زميلي اللي جنب مني هخش بيه. ايوه، ما حضرتك بعد ما هتخش بيه هيقول لك الباسورد. هتقول طب ما هو ماله؟ طب ما هو انا الباسورد كلها، لا الباسورد مش كلها واحد. ده بيبقى مهمه الاي تي سكيورتي بتاع البنك، في خاص قسم بالسكيورتي بتاع البنك، ده اللي بيشغل الكاميرات برضو في البنك عشان يشوف اللي واقف قدام الشباك دوت بيعمل ايه والكلام ده كله. ده بيبقى مسؤول عن ايه؟ عن ان هو يحدد باسورد لكل يوزر على حده بما فيهم مدير البنك نفسه. ليه؟ علشان لما اجي اخش بالاي دي بتاعي باللي هو اليوزر نيم ده، هو اللي احنا بنقول عليه، وغالبا على فكره ده بيبقى اسم الشخص نفسه، مفيش مشكله. هتقولي طب ولو الاسم مكرر،
لا مفيش مشكله، ممكن جدا يبقى نخليه اسم ثلاثي او اسم ثنائي او اسم شهره، مفيش مشاكل خالص، لكن بس يبقى معروف مين هويه اللي ايه اللي دخل ده، ده مين، ده فلان. تمام. لا طيب مين اللي بيأكد بقى ان ده فلان؟ الايه الباسورد اللي موجوده معاه. تمام. طيب برضو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان اليوزر نيم ده لازم must be unique on the ايه on the network. يعني ايه؟ لازم يعني زي ما قلت لحضراتكم واحد اسمه مثلا محمد احمد، طب ما في موظف تاني اسمه محمد احمد برضو في البنك، مفيش مشكله، ممكن يبقى في اسم ثالث، او مثلا محمد احمد الاولاني ده اللي هو مثلا الاقدم شويه، يبقى الثاني اللي اسمه محمد احمد ده لا، محمد احمد ايه عبد الحميد، يبقى محمد عبد الحميد، مفيش مشكله. علشان لكن لازم يبقى ده must be unique. unique يعني مفتاح وحيد، يعني ما حدش تاني ياخد نفس الاسم ده. تمام. طيب اليوزر نيم ده بيبقى ايه اهو؟ نوت كونفيدنشال، يعني ما هواش حيوي او يعني اسف سري، ما هوش سري، يعني ممكن جدا اي واحد يعرف اليوزر نيم بتاع باقي شخص تاني. حضرتك لما بتدي الايميل ادرس بتاعك لاي حد في اليوزر نيم بتاعك، ما فيش مشكله خالص بتديهوله، لكن اللي ما بتديهولوش ايه؟ الباسورد، الباسورد بتاعتك. عشان كده هنيجي هنا هنخش بقى فين؟ في الباسورد. الباسورد هنا بيقول لي ايه؟ باسورد كي، مفتاح الباسورد بتاعك components in contain contain computers system security. هو ده بيعمل ايه؟ هو ده المكون بتاع التأمين بتاعك بالنسبة للايه؟ للكمبيوتر. to access a secure system a user must enter a correct and valid password for access to system. انت ممكن تخش باليوزر نيم، تكتب اليوزر نيم بتاعك مفيش مشكله خالص. طب تيجي تكتب الباسورد بقى، لو ما حضرتك ما انتش عامل باسورد، او ما انتش فاكر الباسورد بتاعتك، في بعض الانظمه يقول لك ايه؟ فورجيت الباسورد، انت نسيت الباسورد بتاعتك. طيب لازم يتاكد من شخصيتك، وبعدين بعد كده يقول لك طب غير بقى الباسورد، خش على على السيستم بقى وخش على الايه وغير الباسورد بتاعك، تقوم حضرتك تغير الباسورد. تمام يا جماعه؟ طيب هنا بقى بيقول لي طب ايه فايده بقى الباسورد؟ it can prevent unauthorized access to computer files. بتمنع الغير مصرح ليه ان هو يخش على الفايلز بتاعتك ببساطه شديده. يعني النهارده واحد ليه حساب في البنك، طب انت النهارده وقفت قدام المكنه، سوري يعني انا لقيت كارت بتاع واحد، او سوري اتسرق منه حتى، تمام، وخد الكارت ده وحطيته عادي جدا ولا مشكله خالص، هحط الكارت هيقول لي طب دخل الباسورد. وعلى فكره بالمناسبه يعني الباسورد دي لو حضرتك دخلتها غلط 3 مرات الكارت بتاعك بيتسحب خلاص وبيتقفل الحساب. لازم تاخد بقى الكارت ده وتروح للبنك الفرع نفسه اللي انت بتطلع منه كارت الفيزا بتاعك، وتقول له والله انا الكارت بتاعي اتسحب، او الكارت بتاعي اتوقف، او الحساب بتاعي اتوقف عشان انا دخل. بيبتدي هو يعيد كل حاجه. لازم حضرتك تبقى معاك البطاقه الرقم القومي بتاعك، ويتعرفوا على الامضه بتاعتك وشغلانه لحد ما يسمحوا لك تاني انك انت تغير الباسورد. طيب هنا بيقول لي بقى ايه؟ باسورد شود كونتين بوث، يعني بقى فيها حاجتين، ليترز حروف اند نمبرز، وفي كمان بعد كده هنعرف ان كمان دلوقتي بيضيفوا سيمبلز اللي هي الرموز، زي علامه الات، علامه الدولار ساين، اي علامه، يعني يبقى الباسورد مكونه من كاركترز حروف او ليترز حروف ونمبرز وسيمبلز. كويس قوي. طيب يبقى هنا زي ما بيقول لي اهو باسورد شود كونتين بوث 2 letters and numbers، وممكن كمان يبقى فيها زي ما قلنا الايه السيمبلز او الرموز. طيب بيقول لي ايه؟ a password should be known only to the user confidential. هنا بقى لا دي سريه بقى. هتقول لي طب هما في البنك لما بيدوا كل واحد باسورد، ايوه المفروض زميلك اللي جنب منك مش هيعرف الباسورد بتاعتك،
والله لو عرفها انت حر. ولو دخل هو طبعا مؤكد الاي دي بتاعك اللي هو اليوزر نيم ممكن جدا يبقى عارفه يخش بيه ويخش بالباسورد، ممكن تحصل مشاكل. فاذا انت النهارده عشان كده يا جماعه، يعني انا صادفني موقف، معلش برضه هقوله لحضراتكم. مع الاسف في ناس ما بتعرفش ازاي تستخدم الكارت بتاعها. فانا واقف مره على مكنه بنك، وكنت بعمل عمليه معينه بسحب يعني. فالمهم خلصت، فكان في واحده واقفه جنب مني، واحده تانية ست يعني، فقالت لي لو سمحت حضرتك ايه، خد الكارت بتاعي واسحب لي. قلت لها الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام ما ينفعش. قالت لي والله انا ما بعرفش وما بتاع. قلت لها طيب ما هو موظف البنك يعمل لك الكلام دوت. قالت لي ما هو الموظف كان واقف ودخل عشان عايزينه. طبعا انا يعني احرجت. فقلت لها طيب بصي انا هحط الكارت يعني همشي الاجراءات لحد ما يطلب الباسورد، حضرتك لازم تحطي الباسورد. قالت لي لا ما انا مش هعرف اكتبه. ما المهم طبعا في الاخر طبعا مع المحايله اضطريت. اللي بعديها عايزه تعمل نفسك، قلت لها لا مشيت. طبعا يعني فنخلي بالنا يا جماعه من الجزئيه ديت. ما ينفعش ابدا ان انا ادي الباسورد لحد عشان يعمل المهمه دي. مفيش مانع ان انا النهارده معلش امكانياتي مش مسامحالي بان انا اعرف اخش بالمكنه ديت او اسحب من المكنه دي بالاجراءات اللي هي بتتم دي او الكلام دوت. مفيش مانع ان انا اخد ابني معايا، اخد يعني حد من الاسره من عندي. لكن الشخص نفسه عشان اشوف اي حد بره كده اقول له خد الكارت بتاعي وده الرقم واسحب، كلام مش مظبوط. وده تامين للشخص نفسه. يعني هو مش هو لو لا قدر الله اتسرق الحساب، مين اللي هيتسرق؟ ما هو صاحب الحساب اللي هيتسرق. تمام. المهم طيب يبقى اذا الباسورد لازم تكون ايه؟ should be known only، معروفه فقط لمين؟ لليوزر، ودي سريه. يجب ان يكون معروف للمستخدم فقط، وكلمه سريه هي بين قوسين. طيب بيقول لي ايه؟ password should be changed regularly. ايوه دي حاجه مهمه جدا. شفرات الدخول اللي هي الباسورد يجب ان تتغير باستمرار. يعني ايه باستمرار؟ يعني كل شهرين ثلاثه اغير الباسورد بتاعتي مثلا بتاعت الحاجه الفلانيه. في ناس كتير جدا بتنسى. طبعا هتقول لي طب وانا ممكن اغيرها برضو؟ ممكن تغيرها برضو ويحصل هاك عليها. بس طبعا انت كده بتصعب الامور على الايه، على ان حد يخترق الشبكه بتاعتك. يعني هفترض ان حضرتك عامل نتورك داخل البيت، والنتورك دي مدخل عليها مثلا الانترنت كويس قوي. انت عشان تخش على الشبكه دي ماست بي ان يبقى فيه ايه؟ بيبقى لك انت يوزر نيم، مفيش مشكله خلاص. طيب لازم يبقى ليك ايه؟ لازم يبقى فيه باسورد للشبكه دي. طيب الباسورد اللي للشبكه دي اي حد بيعرفها؟ لا طبعا. لان لو اي حد عرفها، جارك اللي جنب منك، وخاصة لما تبقى النتورك دي وايرلس، يعني شبكة واي فاي ما هياش اسلاك، هيخش على الانترنت عندك وهيسحب من الباقة بتاعتك. وقليل ما عمل هاك على الجهاز بتاعك، مفيش لو هو يعني متمكن يعني. فاذا النهارده يا جماعة موضوع الباسورد ده اسينشال. طب واحد يقول لي طب وانا النهارده يعني هعمل ايه؟ الباسورد بتاعتك لو انت يعني الذاكره مثلا ممكن تنسى او الكلام ده كله، يبقى عندك على الموبايل بتاعك فايل حط فيه الباسورد ده، او ورقه صغيره، بس ما تحطهاش في المحفظه بتاعتك عشان لو لا قدر الله المحفظه اتشدت منك ما يبقاش مثلا الكارت بتاع السحب بتاع البنك بتاعك فيه الرقم السري، وبعدين بعد كده في كارت كمان موجود في المحفظه ضاع يعني لا قدر الله على طول فعموما برضو لو فرض يا جماعه ان حد، وبالذات في موضوع البنوك عشان موضوع الفلوس والكلام ده، لو فرض ان وقع يعني ضاع منك الكارت بتاعك لاي سبب، الكارت نفسه حتى وانت ما انتش حاطط يعني ورقه فيها الباسورد، مباشره حضرتك تروح تطلب خدمه العملاء بتاعه البنك اللي حضرتك عامل حسابك فيه، تكلم تقول لهم لو سمحتوا انا الكارت بتاعي ضاع، اوقف الحساب دلوقتي، هيوقفوا لك على طول. بعد كده بقى حضرتك تروح البنك
وتتاكد بقى ويبتدوا يعملوا اجراءات، وهتعمل محضر بالضياع الكارت بتاعك، وبعدين بعد كده يشوفوا يتاكدوا من شخصيتك وشغلانه، لكن هيقدر يرجع لك كل حاجه قبل ما يحصل ان الكارت يتسحب بيه حاجه. هتقول لي ما هو ممكن جدا يكون الكارت الباسورد ما انا مش حاططها جوه. معلش، انت جاست انك انت بتخش الكارت بتاعك بيخش المكنه، انت دخلت على السيستم بتاع البنك. ممكن جدا ناس عندها القدره انها تقدر يعني تخش على السيستم بتاع البنك وتقدر انها تسحب، تقعد تعمل اللي هي تباديل وتوفيق، وخاصه لو هو يعرفك. لان معظم الناس لما بتيجي تعمل الباسورد ممكن تعملها باسمها وباسم اولادها، بتاريخ ميلادها، مش عارف ايه، برقم الموبايل، بحاجات كتير. يفضل دايما ان انا الباسورد بتاعتي تبقى بعيده عن الكلام ده خالص. ما فيش مانع ان انا مثلا ابقى مثلا اسم انا يعني بحب مثلا اسم مثلا زياد مثلا. ما عنديش انا ابن اسمه زياد، وما عنديش حتى حفيد اسمه زياد، وما عنديش ابن عم اسمه، ما عنديش حد خالص في العيله اسمه زياد مثلا. كويس قوي، اخلي مثلا زياد ده الباسورد بتاعتي، وهنشوف بعد كده انها من المفترض ان الباسورد دي تتغير ريجولاري كل شهرين، يعني كل شهرين لازم اغير الباسورد بتاعتي. طيب نكمل. ادي يا جماعه الشكل اهو. لما باجي اخش في اي مكان لازم في حاجه عندي اللي اسمها اليوزر نيم، تمام، وباسورد للدخول على اي شبكه ايا كانت. ان شاء الله رب عامل الشبكه في البيت، طبعا انت المفترض انك انت لما بتخش على الشبكه في البيت خلاص بيحفظ البيانات، لكن لو اتغيرت الباسورد هتيجي تخش على الشبكه بتاعت البيت دي مش هتعرف. فانت في الاصل عشان تغير الشبكه، عشان تغير الباسورد، لا لازم تخش على الراوتر نفسه بالذات في البيت. طبعا هتقولي طب في البنوك بقى وفي الشركات الكبيره لا، نخلي بالنا ان في الاماكن اللي هي الكبيره زي الشركات والكلام ده كله، لا بيبقى المسؤول عن كده اللي هو مين؟ اللي هو الاي تي سكيورتي بتاع المكان ده. خلي بالكم ان الادمنستريتور اللي هو مدير الشبكه ده حاجه، والسكيورتي ده حاجه تانية. الاثنين بيعملوا طبعا، بيشتغلوا باراليل على التوازي مع بعض، لكن ده حاجه وده حاجه. طيب نكمل بعد كده. طيب هنا بقى بيقول لي هنا برضو بيديني شويه تعليمات اهي زي ما قلت لكم. بيقول لي تشوزنج ا جود باسورد. انت عايز تعمل باسورد جيده. طيب تمام. بيقول لك having at least 8 characters. يعني ايه؟ يعني حضرتك تقدر تحط 8 حروف، تمام. more valid be better. طبعا انت كده هتبقى better، احسن، افضل، في وضع افضل، تمام. طيب كمان بيقول لك using numbers and letters. لازم كمان تستخدم numbers معاه. وبعدين عندك مثلا symbols زي ما قلت لحضراتكم، في علامه الدولار ساين، في علامه الشباك دي او الهاش. كل السيمبلز دي ممكن انك انت تستخدمها. في علامه الات كمان بتستخدمها. وكمان لازم بالنسبه للليترز يا جماعه، معلش عشان قبل ما ننسى، في حاجه اسمها upper and lower case. يعني ايه بقى؟ يعني خلي بالك انت لو بتكتب بالانجليزي يفضل انك انت مثلا، انا مثلا علي، يفضل مثلا ان حرف الاي ده، لو انا هحط اسم علي في الباسورد، الحرف الاي ده يبقى كابيتال مثلا. يبقى انت في عندك حرف او 2 أو 3 كابيتال، وفي برضو سمول. نخلي بالنا من الجزئيه دي. طيب هنا بقى بيقول لك بقى avoid، تجنب using people's names. تجنب اسماء الناس، تمام. بس ما فيش مانع زي ما انا قلت لك، هم الهاكرز دول، او يعني ممكن جدا برضو نقول في اجهزه المخابرات، بيبتدوا مثلا عايزين يقتحموا اكونت بتاع عميل. طيب بيقتحموه ازاي؟ هو عنده على الكمبيوتر بتاعه، بيقتحموه ازاي؟ يجي الاول خالص لازم العميل ده يبقى معروف مثلا
اسم جده واسم ابوه واسم جدته واسم مامته واسم اولاده ولو عنده او احفاد واللي مش عارف ايه وتواريخ ميلادهم والكلام ده كله. كل الارقام دي ليه؟ لان في برامج للهاكرز بتبقى بتعمل حاجه اسمها تباديل وتوفيق او ماتريكس مصفوفه، ويقعد يجرب لحد ما يوصل لايه؟ لكلمات قريبه من الباسورد، وبعدين يبتدي يتشيك الكلام ده. يعني طبعا هي شغلانه طبعا معقده، لكن يفضل دايما ان حضرتك ايه يعني ايه تبقى تصعب قوي مثلا عمليه الدخول. ازاي؟ انك انت يعني الهاكر مثلا لو قعد مثلا يعمل هاك على الجهاز بتاعك عشان يعرف الباسورد ويخش، قعد مثلا اسبوع او 10 ايام، ممكن يزهق خلاص يسيبك ويشوف حاجه تانية. تمام؟ فبالتالي انت بتصعب. يعني معلش دايما كانوا يقولوا لنا زمان واحنا صغيرين يقول لك ايه هو طبعا ما كانش فيه لسه بقى لا كمبيوتر ولا كلام من ده، فكانت الابواب والخزن بتتامن بايه؟ بالمفتاح. يقول لك ايه المفتاح بتاع الباب والكالون بتاع الباب اتعمل عشان يتكسر. يعني انت هتركب وهتامن وهتعمل كل حاجه، بس هو في النهايه ممكن يتكسر. طبعا الكلام ده مش معناه بقى ان احنا خلاص يعني نسيب الكلام ده، لا، ممكن بدل ما يبقى واحد يبقوا 2، يبقى مفتاحين، يعني كالون فوق وكالون تحت وحاليا ده بيحصل الكلام ده كتير في البيوت. ممكن جدا يبقى الكالون معشق في الاطار بتاع الباب نفسه، يعني عمليات تامين كتير. تمام؟ فانت ايه بتصعب الامور على اللي عايز يعمل ايه؟ يعمل اتاك او يعمل هجوم او يحاول يخش المكان بتاعك. طيب هنا كمان بيقول لي ايه؟ avoid using everyday words. ما تستخدمش بقى الايام اللي مثلا صباح الخير، صباح النور، مش عارف ايه، الكلمات اللي هي ايه مستخدمه بصفه يوميه. السلام عليكم، مش عارف الكلام طبعا. تمام؟ طيب هنا كمان بيقول لي ايه؟ avoid، تجنب برضو كل الحاجات دي. avoid تجنب، يعني avoid using common keyboard patterns like query or 1 2 3 4. يعني واحد مثلا ايه يحط ارقام في الباسورد 1 2 3 4 5 6. الله، طب ما هي الكلام او يعكسه. يعني طبعا يا جماعه الكلام مش مظبوط. يعني ما هو اصل الكلام ده يعني اول حاجه، اول محاوله للهاك علشان يشتغل الارقام بيحطها ترتيب تصاعدي وتنازلي. طيب احنا عندنا الارقام ايه؟ من 1 ل 9 او من 0 ل 9. طيب ما هو انت النهارده التباديل والتوافيق فيها ما قريبه. لو انا عملتها 1 2 3 4 او من اول تباديل وتوفيق هيجيبها لك. فالموضوع ده يا جماعه يعني انا عارف ان هو مش سهل، بس صدقوني في دلوقتي اللي هو طبعا الارتفيشال انتليجنس او اللي هي بيقولوا عليها ايه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده بقى خطير جدا دلوقتي. ده في برامج فيه بتفك شفرات بسرعه رهيبه. عشان كده باذن الله هنبقى نتكلم على الكلام دوت بالذات في حلقه عن الرعب بتاع الدرونز اللي موجود دلوقتي، او المسيرات اللي موجوده دلوقتي، الطيارات المسيره. رعب. طيارات يعني بتطلع عليها اوبريتنج سيستم خاص بيها، تمام، ومقفول محدش يقدر يخش عليه، بس بيتدخل عليه. بس لما الطيارات دي بتبقى عددها كبير، في منها طبعا بيفلت. يعني زي دلوقتي الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا، روسيا مثلا تطلع 40 طياره في وقت واحد على عده اهداف. طبعا ممكن جدا يوقعوا من ال 40 طياره دول ولا 50 طياره دول، يوقعوا منهم 5 6 10. طب الباقيين دمارهم رهيب. تمام. طيب احنا كده دلوقتي قلنا ايه النصايح اللي انا ممكن استفيد بيها في الباسورد. طيب بعد كده بقى عندنا اللي هو ايه الباك اب او النسخ الاحتياطي، ودي حاجه مهمه جدا. اولا الاول نعرف كلمه باك اب وايه معناها. كلمه باك اب يا جماعه او النسخ الاحتياطي دي حاجه خاصه بي ان انا اعمل نسخه احتياطيه من البيانات بتاعتي. وبرضه هنقول بمثال بسيط جدا. واحد
ربنا كرمه وتخرج وبيعمل دراسات عليا، فمثلا بيجهز نفسه طبعا الاول بايه؟ بشويه ابحاث او بحوث بيعملها وماشي كويس. طيب لما يجي بقى يعمل رساله الماجستير ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيبتدي الاول خالص، طبعا بيتفق مع الدكتور بتاعه على الموضوع والكلام ده كله، ويبتدي يجمع الداتا اللي هو علشان يثبت الايه؟ الايديا اللي عنده او الفكره اللي عنده اللي هو عايز يعرضها كرساله في الماجستير مثلا او الدكتوراه. طيب الكلام ده بيستغرق وقت وبيستغرق ان انا اجمع كميه كبيره جدا من الداتا، وفي حاجات بيوافق عليها الدكتور بتاعي المشرف، وفي حاجات ما بيوافقش عليها، وفي حاجات يوافق عليها وبعدين بعد كده يرجع يلغيها تاني لان هو شايف انها مش خاصه مثلا بالموضوع، او يعني مش هيبقى لها تاثير ايجابي. حاجات كتير جدا. طيب الكلام ده انا ببقى تعبان فيه جدا عشان اعمله واجهزه كويس قوي. طيب كل جزء بيوافق عليه الدكتور وبحطه عشان اخش فيه الجزء اللي بعد كده. يعني نفترض مثلا بعمل مثلا ابواب او فصول، هعمل الكلام ده من 3 ابواب، خلصت الباب الاول. طيب حلو قوي الباب الاول. طب الباب الثاني اجي بقى الفايل اللي انا حاطط فيه الباب الاولاني راح مني. بتقول لي راح منك ازاي؟ ولا حاجه بمنتهى البساطه. ابني او اخويا الصغير او اي حد قاعد على الجهاز بتاعي في البيت بيلعب جيمز باي رونج، طبعا مش عايز اقول، طبعا هو مش فاهم ايه الملف ده فيه ايه وايه الرسومات اللي موجوده فيه دي والكلام ده، دخل جواه وبعد كده راح مسحه. تمام يا جماعه؟ فبالتالي هنا يبقى المفروض عندي ايه؟ عندي نسخه احتياطيه. يعني مثلا انا خلصت الباب الاول، او حتى وانا جوه الباب الاول حطيت مثلا موضوع، وبعدين حطيت موضوع تاني وموضوع تالت، لا لازم اعمل كل يوم باك اب للحاجه الجديده اللي انا ضفتها. طيب نخلي بالنا بقى الكلام ده يا جماعه مثلا على المستوى الشخصي. لو شخص، لا تخيلوا بقى لو بنك، تخيلوا لو السجل المدني، ده في منتهى الخطوره. السجل المدني ده فيه ايه؟ فيه يعني عايز اقول ايه؟ البيانات بتاعت احنا دلوقتي قد ايه؟ تعدادنا 105 ولا 110 مليون. في البيانات الاساسيه، كل البيانات بتاعتك اللي في البطاقه الشخصيه بتاعتك في الاي دي بتاعك موجوده. طب يعني ينفع ان انا الملف ده او الملفات دي يعني كده فجاه كده اقول والله يا جماعه معلش اصل الملفات دي حصل لها كوربشن او باظت وهنبتدي من الاول؟ طبعا دي معلش سوري يعني تطير فيها رقاب يبقى تهريج. فطبعا حته النسخ الاحتياطي دي لازم يبقى ايه؟ بدءا من مستوى الفرد نفسه في شغله، خد بقى وانت طالع لحد مستوى الدوله. طيب هتقولي طب الباك اب ده يعني هنعمل ايه؟ نعمل كوبي؟ نخلي بالنا يا جماعه ان الكلام ده بيتعمل في عندنا امرين وهنبقى نشوفهم في الويندوز باذن الله او نعرفهم. امر اسمه سيف وامر اسمه سيف از. ناس كتير جدا بتعتقد ان سيف از دي عشان اغير الاسم او عشان مش عارف اغير التايب النوع بتاع الملف، لا خالص. الكوبي ده انا بعمله لاول مره لما باجي اعمل الملف بتاعي. طب سيف از لما اجي اعمل الباك اب. ليه؟ لانه بيحتفظ لي بنسخه من اللي انا عملته ده فين؟ على external storage device. يعني ايه بقى اللي انا قلته ده دلوقتي؟ نخلي بالنا بقى اهو بيقول لي ايه؟ keeping copies of data in two locations. يعني ايه؟ فين؟ في مكانين. in case the building with your PC is filled. لازم يبقى عندي نسخة من البيانات في موقعين مختلفين. نخلي بالنا بقى هنا بقى. يعني ايه بقى هنا يقصد بيها موقعين مختلفين؟ يعني ممكن جدا السجل المدني يبقى عنده نسخة تمام يومية ومحتفظ بالنسخة تانية موجودة فين؟ في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي هو بيسجل برضو المواليد والكلام دوت. تمام. هتقول لي طب دي اجهزه كبيره وعلى مستوى الدوله. طب بالنسبه للشخص نفسه، لا، في عندنا اهو ماجنتيك ستورج اللي هو الهارد ديسك درايفز. ده هارد ديسك ماله اكسترنال خارجي،
هتقولي طب ما انا في البيت عندي الهارد ديسك بتاعي متقسم بارتيشنز، عندي سي ودي انت كويس ما قلتش لا. طب ما انا ممكن احفظ نسخه على السي واحفظ نسخه على الدي، ما هو بارتيشنز اكتر من بارتيشن، احط نسخه على كل بارتيشن. ايوه كويس، بس هنا ماشي دي 5/10. طب امال 10/10 بقى لو انا يعني عايز ابقى اخد 10/10، اخد 10/10 امتى؟ لو انا النهارده لا، لان الهارد ديسك ده ممكن جدا لو باظ مش هتبوظ منه حته وحته، لا لا، ده الهارد ديسك، وبالذات الفايل الوكيشن تيبل اللي هو المدخل بتاع الهارد ديسك ده، لو جرى له حاجه خلاص انسى الهارد ديسك، حصل فيه دامج لاي حاجه، باد سيكتور او الكلام ده، وممكن جدا نبقى باذن الله نشرح الكلام ده بعدين يعني. طيب هتقولي طب وايه الحل؟ ولا حاجه، في عندك ابسط حاجه اللي هو ايه؟ الاكسترنال هارد ديسك درايفز. واحد يقول لي طب ايه فايدته قوي يعني؟ لا ده كويس جدا، ده انا لو عامل نسخه عندي على الجهاز بتاعي على البي سي او على اللابتوب بتاعي، ورحت واخد نسخه ثانيه على الهارد ديسك ده، ممكن انا اتحرك بيه بقى، اروح بيه للدكتور اعرض عليه والكلام ده كله، والتصليحات اللي انا صلحتها لما ارجع البيت اقوم حاطط الهارد ديسك وعامل نسخه فين؟ على الكمبيوتر بتاعي. طيب ايه ممكن كمان؟ لا ده ممكن كمان ان انا اهو هنا بيقول لي ايه؟ ان انا يفضل ان انا اعمل ايه؟ حفظ نسخه من ملفات الكمبيوتر على وحده تخزين منفصله، copying a copy of computer's files on a separated storage device، على وحده تخزين منفصله. تمام؟ طيب ممكن كمان ايه تاني؟ هنا بيقول لك طب ايه الميزه بقى من الباك اب اللي انت عملته او النسخ الاحتياطي اللي انت انك انت تقدر ترجع الايه الملفات اللي مفقوده منك، مش هتبتدي من الصفر. واحد بيعمل زي ما قلت لكم رساله ماجستير وخلص الباب الاول والثاني والثالث، وهو بيشتغل في الثالث اللي فات مات. ما فيش حاجه اسمها اللي فات مات، ما ينفعش، هتضطر تبتدي من الاول تاني. فلازم يبقى عندك باك اب من الكلام ده. وزي ما قلنا في عندك الاكسترنال ستورج ديفايس، في وحدات تخزين تانية خارجيه. ايوه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي مثلا الدي في دي اللي كنا زمان بنقول عليها سي دي، هي حاليا اسمها الدي في دي. الدي في دي تقدر تشيل احجام كبيره جدا، وخاصه البلوراي ده، بس طبعا هو غالي، لكن بيوصل الحفظ بتاعه بيوصل لحوالي 500 جيجا و600 جيجا. السي دي العاديه بتشيل لحد 8 جيجا. بس خلي بالكم برضو ان مثلا في الاستخدام الافراد العاديين، لو انا بعمل مثلا رساله ماجستير او دكتوراه والكلام ده، لا ممكن جدا سي دي كفايه قوي، اجيب علبه وكل ما اعمل حاجه احط عليها لحد ما يبقى عندي نسختين دايما، نسخه على السي دي ونسخه. مش كده كمان في الفلاش ميموري، وكمان يعني بصوا يا جماعه، كل الوحدات اللي انا بتكلم عنها دي، الدي في دي والفلاش ميموري والاكسترنال هارد ديسك درايف، الثلاثه دول فليكسبل، مرن، ممكن جدا او بورتابل، ممكن جدا اتنقل بيهم في اي حته. يعني لو انا ما عنديش مثلا بتاع ده اللابتوب، مش خلاص مش مشكله، انا اشتغل على البي سي بتاعي في البيت، والشغل اللي انا اعمله اخده على فلاش، واروح هناك عند الدكتور بتاعي عنده اللابتوب بتاعه او عنده جهاز بي سي موجود في المكتب بتاعه، ممكن جدا يشغل ويشوف قدامه الكلام دوت. فموضوع الباك اب ده يا جماعه على فكره برضو في ناس كتير جدا بتبقى عامله ايه؟ يعني مثلا واحد بيشتغل مدير مبيعات كويس قوي، كل العملاء بتوع الشركه ارقام تليفوناتهم موجوده فين؟ على الموبايل بتاعه. طيب الموبايل بتاعه ده مش هقول لك حاجه، اقول لك ده مش بس باظ، اقول لك السوفت وير بتاعه وقع، حضرتك هتحط سوفت وير جديد وهتعمل فرومات لوحده التخزين اللي موجوده جوه، انسى، هتجيبهم منين؟ طيب هنا بقى في الكلاودز اللي هي النظم السحابيه، بيسمح لك انك انت تخزن عليها، بيسمح لك انك انت تعمل ايه؟ تخزن على الموبايل بتاعك، ويسمح لك كمان انك انت الشركه بتاعه الموبايل نفسها اللي بتاعه الخطوط، فودافون، اتصالات، و
موبينيل، اي شركه من الاربعه دول بتسمح لك انك انت تعمل نسخه من ارقامك دي على مين؟ على السيم كارد اللي هي الشريحه بتاعه التليفون. فموضوع الباك اب ده موضوع مهم جدا يا جماعه، ورجاء، لان اللي بتضيع منه البيانات بتاعته او المعلومات بتاعته لا بيبقى موقفه صعب جدا. طيب عايزين بقى برضه ايه بسرعه كده، هو الكمبيوتر في مصطلح عندنا اسمه ايه؟ اسمه الكمبيوتر فيروس. ايه الكمبيوتر فيروس ده؟ ايه هي فيروسات الحاسب دي؟ هو في حاجه الانسان في يعني زي بعد الشر عندنا يا جماعه كان في فيروس كورونا ده، هو ده لا، الفيروس بتاع الكمبيوتر ده بروجرام. فبيقول لي هنا ايه؟ What are computer virus? A computer virus is a program that infect بيصيب الايه الكمبيوتر a computer system without knowledge of the computer's owner، من غير معرفة مين الاونر المالك بتاع الجهاز دوت. طب هو يعني اسم فيروس ده ينفع في الاثنين لسبب، لان هم بس خدوا كلمه فيروس الكمبيوتر ده، او ان البرنامج ده اللي هو ماليشيز او ضار بالكمبيوتر، خدوا غيروا الاسم وخلوه ايه كلمه فيروس، لانه شبيه بالفيروس بتاع البني ادمين. يعني ايه شبيه؟ يعني في حته التنقل ان هو يتنقل بسرعه. الفيروس بتاع الكمبيوتر بيتنقل عن طريق الشبكات بسرعه رهيبه. طيب عن طريق وحدات التخزين، عن طريق طبعا الكلام ده كله موجود حاليا وناس كتير جدا بتتأذي منه. طيب انا اعمل ايه؟ لازم يبقى عندي ايه؟ كمبيوتر انتي فيروس، برنامج لمكافحه الفيروسات. هنا بيقول لي ايه؟ ما هي برامج مكافحه؟ وات از انتي فيروس؟ طبعا احنا في البني ادمين طبعا يبقى الشر مننا جميعا، في البني ادمين بنعمل ايه؟ بناخد انتي بايوتيك علشان الفيروس ده او عشان الميكروب. طيب في الكمبيوتر لا، طبعا في برامج مخصوص تخش تشيل الفيروس ده. عشان كده احيانا بيجي عندك فيروس على الكمبيوتر، تروح للاي تي بتاعك تقول له والله انا شاكك ان الكمبيوتر عليه فيروس، يبتدي يشوف يلاقي فيه فيروس فعلا، يجي ممكن جدا ما يكون ولا برنامج من اللي موجودين اللي عندك يقدر يشيل الفيروس ده. هيقول لك بص ملهاش حل، السي دي انا هعمل لها فورمات، وحده التخزين بتاعت السي هعمل لها فورمات. يعمل فورمات طبعا يفضل بقى، عشان كده احنا بنقول ايه؟ يفضل ان دايما ملفاتك بتاعت الشغل بتاعتك ما تبقاش على السي، تبقى على اي بارتيشن تاني. ليه؟ لانه لو دخل عمل فورمات هيشيل لك الملفات دي كلها بالكامل. تمام؟ ففي الحاله دي يفضل ان حضرتك تكون ايه؟ تكون عامل الملفات بتاعتك دي على وحده تخزين تانية. يعني الهارد ديسك بيتقسم سي ودي واي واف، سيبك من السي ده خالص، السي ده بس عليه البرامج بس. فانت كل اللي هتخسره من السي ايه؟ ان هتعمل ري انستول او تعمل تثبيت مره تانية للاوبريتنج سيستم للويندوز، والبرامج اللي انت كنت بتشتغل عليها هتنزلها مثلا زي اكسل وورد كلام من ده، هتحطه تاني على الجهاز. لكن الملفات اللي فيها الداتا لا، دي موجوده في مكان تاني. طيب بكده نبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة الثامنة، وبإذن الله نلقاكم دايما على خير.